بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمين العجايبي. زي ما احنا متعودين بنجيب لحضراتكم معجزات عن قديسين وقديسات الكنيسة بتاعتنا. بس قبل ما نعرف معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمين العجايبي. تعالوا بينا نتعرف على معجزة النهاردة عن مين وعن قديس مين النهاردة. معجزتنا النهاردة عن القديس العظيم الأنبا موسى الأسود. ومعجزتنا النهاردة بيحكيها الأنبا أنطونيوس مرقس أسقف إفريقيا. بيحكي ويقول إن هو كان نيافته راهب وكان شايل اسم أبونا أنطونيوس البراموسي، وفي الوقت ده سيدنا أو هو راهب يعني كان مسؤول عن زيارات الأجانب اللي بيتكلموا إنجليزي يعني واللي بيجوا يزوروا الدير. وكان سيدنا بيتكلم انجليزي بطلاقة يعني، فكانوا في الدير مخلينه هو اللي يستقبل الزوار الاجانب ويلف بيهم الدير ويحكي لهم عن الدير وتفاصيله. في اليوم ده ابونا الراهب يعني بيقول ان هو استقبل وفد كله من الكنديين المسنين كبار في السن، جم عشان يزوروا مصر من مدينة تورنتو. وأول ما جات العربية قدام باب الدير وأبونا كان مستنيهم، أول ما العربية اتفتحت لقى واحد من الزوار ده كبير في السن جري على أبونا وقعد يسأله، قال له هو ده دير البراموس؟ فأبونا الراهب قال له فقال له هو انت متأكد فعلا ان انتوا هنا بتحتفظوا بجسد القديس العظيم الأنبا موسى الأسود؟ الراجل كان كبير في السن خالص. ابونا الراهب بيحكي اللي هو سيدنا يعني، وهو راهب بيحكي ويقول كان كبير في السن جدا وكان ماشي بيتكئ على عصاية، بيسند على عصاية كده. لكن اول ما نزل من العربية بدأ عليه النشاط والقوة كأنها دبت فيه، ومسك ابونا الراهب وقعد يزق فيه ويشده بايده جامد وسحبه من ايده وقال له وديني عند مكان الرفات المقدس بتاع القديس العظيم ده. الراهب اتعجب جدا من حماس الراجل الكندي ده، على الرغم من ان سنه كبير جدا وحالته الصحية مش سامحة ان هو يعني يجري كده. فايه ابونا الراهب سأله، قال له يا ريت يعني تتمهل شوية وتستريح لغاية ما اقدر اقدم لكم واجب الضيافة، وبقية الجروب وبقية اللي هو الدفعة اللي معاك يعني تستريحوا وتاخدوا واجب الضيافة وتقعدوا شوية في المضيافة تستريحوا من تعب السفر. لكن الراجل كان مصر جدا وقال له لا، يعني بعنف كده قال له لا، انا مش جاي هنا عشان ارتاح او عشان اخد ضيافة، من فضلك وديني ازور جسد القديس العظيم الانبا موسى الاسود. فابونا حس ان هو اصراره الفظيع ده يعني مش هيسيبه الا لما يوديه، ومش هيقعد يستريح ولا ياخد ضيافة غير لما يزور الدير، وخاصة جسد القديس العظيم الانبا موسى. فما كان من ابونا اللي نسلم المجموعة اللي كانت معاه بقية الدفعة دي يعني اللي جاية تزور الوفد ده، سلمهم لراهب تاني وخد الراجل الكندي الكبير في السن ده وداه عند الكنيسة لغاية جسد الأنبا موسى الأسود، اللي أول ما الراجل شاف الجسد اترمى عليه وقعد يبكي ويبكي بالدموع ويعمل مطنيات كتير جدا جدا ورا بعضها. والمطنيات دي ما كانتش يعني مناسبة ان واحد في سنه يقدر يوطي ويقوم يعمل مطنيات، لان كانت حالته الصحية باين عليها ان التعب يعني، وجسده كان باين عليه انه كبير في السن. ووقف ابونا الراهب مذهول جدا من المنظر اللي هو شايفه، وبعد شوية أشفق عليه فقرب منه وحضنه علشان يوقفه من اللي هو بيعمله، لأن حس ان هو تعب جدا جدا من كتر البكاء والمطنيات مع بعض. حس ان هو عمل مجهود كبير، فحب ان هو يوقفه عشان يخليه يرتاح شوية. فأول ما قرب منه وحضنه حس ان الراجل جسمه كله بيتنفض من الإثارة كده، وان هو فيه يعني حاجة غريبة حاسسها. ولكن ابونا في الاخر خالص نجح ان هو يهدي الراجل ويهديه من البكاء الشديد بتاعه يعني، وقال له ان هو هيسمع منه ايه اللي حصل وايه سبب المحبة الكبيرة بتاعته ناحية ابونا الانبا موسى، مع ان الانبا موسى مش من الجنس بتاعهم. يعني انبا موسى كان راجل عربي مصري هنا يعني، وده واحد كندي
وكمان الأنبا موسى مات من أكتر من 15 قرن. ازاي يعني؟ ايه العلاقة القوية بين الراجل الكبير ده والأنبا موسى الأسود اللي تخليه يعني جاي ملهوف ان هو يقرب من الجسد وياخد منه بركة ويعمل له مطنيات؟ فبدأ الراجل يشرح لأبونا الراهب ده ايه اللي حصل. قال له انا مرضت، جاله مرض السرطان في الكبد، وخلاص الموضوع كان في المرحلة الأخيرة، والراجل ده قال ان هو المرض انتشر في كل جسمه لغاية ما بقى تقريبا في غيبوبة. كل ما يفوق منها ما يفوقش منها بسيط، يعني وقت بسيط جدا ويرجع في غيبوبة تاني. وبعد كده بقى الناس عرفت خلاص، والدكاترة قالوا ان هو في مرحلة أخيرة، او معنى أصح يعني بيموت. فجه التف حواليه أولاده وأحفاده قاعدين معاه مستنيينه، يعني بيبصوا وقاعدين معاه نظرة الوداع الأخيرة يعني. وفي الوقت اللي كان بيفوق فيه كتب وصيته الأخيرة، ووصاهم كمان ان هما يكتبوا له نعي علشان يعني ايه بعد ما يموت، واتفق معاهم على ترتيبات الجنازة وكل حاجة. كل ده اللي كان بيحصل لما كان بيفوق من الغيبوبة ويرجع ليها تاني. في كل الوقت ده يعني كان بيقعد يرتب معاهم ايه اللي بيحصل وكده. وبيقول كنت موجود في أوضة في مستشفى في تورنتو مستني ان انا اموت، وما بشوفش وش الممرضة اللي بتخشلي الا علشان تواسيني وتديني حقنة المورفين علشان تقلل من الألم المبرح اللي هو كان بيتعرض ليه. وبيقول كان مستني ان هو يموت في كل لحظة كانت بتمر عليه، او كل لحظة كان بيفوق من الغيبوبة متأكدين هو والناس اللي حواليه انه لما يخش في الغيبوبة تاني هيموت، مش هيرجع للحياة تاني. وبيقول في يوم مر عليه راعي الكنيسة بتاعتهم في المستشفى يعني، وقعد يقراله شوية من الكتاب المقدس زي كل ليلة. لكن في الليلة دي زود عليه كمان ان هو قعد يحكي له قصص للآباء السواح والآباء الرهبان من كتاب بعنوان آباء صحراء مصر. والقصة اللي حكاها له المرة دي كانت قصة الأنبا موسى الأسود. وبالنسبة للراجل دي كانت قصة جديدة عليه أول مرة يسمعها، وتعجب ان ازاي التوبة اديته قلب جديد وازاي حياته كلها اتغيرت. وبيقول اول ما سابني راعي الكنيسة ده يعني اول ما سابه مشى، بيقول سرحت بفكري ورفعت قلبي وقعدت اصلي واقول يا قديس انبا موسى العظيم الاسود، ربنا يسوع ادالك قلب جديد غير كل حياتك. فهو من الصعب ان انت تطلب من ربنا انه يديني كبد جديد، وقال ده تغيير الكبد اسهل من تغيير القلب. بيقول قلت الكلام ده وبعدين رحت في غيبوبة ما فوقنيش منها الا ايد كده لقيتها بتخبط على كتفي، وايد حنينة جدا وصوت لطيف جدا بيكلمه وبيطمنه وبيقول له اطمن يا حبيبي، الرب يسوع استجاب ليك وسمع طلبتك، انت دلوقتي معاك كبد جديد، وربنا الرب يسوع استبدل لك الكبد المريض بكبد طفل لسه مولود. وبعدين لما بص عشان يشوف مين اللي بيتكلمه ده، لقى راجل نوراني وشه اسمر كده، يعني لونه اسمر كده بس شكله لطيف خالص وملامحه جميلة جدا وابتسامته جميلة جدا جدا، واقف جنبه على السرير. وعرفه اول ما الراجل بصله عرفه عن ذاته وقال له انا موسى الاسود. وجه تاني يوم وجه الطبيب علشان يشوف الراجل ده زي ما بيمر عليه كل يوم. واول ما دخل عليه الصبح يعني دخل على الراجل الكبير المسن الكندي ده، الا والدكتور اصابته الدهشة لان لقى الراجل اللي كان بيموت او مات بمعنى اصح قام. قعد يعمل له تحاليل وفحوصات كتير جدا، وكل الحاجات دي اكدت ان الراجل ده ليه كبد جديد. والراجل لما عرف الموضوع كده وان هو بقى فعلا الكبد بتاعه جديد جدا، حكى لهم كل الحكاية وقال لهم ان الانبا موسى اداله واهداه كبد جديد. وبعد ما خلص كل حكايته لابونا الراهب قال له انا ممكن اسألك سؤال؟ هو ما يحقش ليا ان انا انفعل دلوقتي وانا بقابل القديس الانبا موسى في ديره؟
وانا ندرت وقلت ان انا لما ربنا يطلع من المستشفى يعني ان هو هيجي كل سنة للأنبا موسى الأسود في الدير بتاعه عشان يزوره ويقدم له الشكر ان هو صلى عند ربنا وتشفع له ان هو يديله كبد جديد. وفعلا جه بيقول له انا وفيت بالوعد بتاعي وجيت له السنه دي وهجيله كل سنه لو ربنا مديني عمر جديد، ان انا هاجي كل سنه اقدم الشكر لربنا ولشفيعه القديس العظيم الانبا موسى الاسود. شفاعته تكون معانا امين. كده بنكون وصلنا لنهايه معجزه النهارده. يا ريت تقولوا لنا رايكم في التعليقات، ولو عجبتكم معجزه النهارده يا ريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وارجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.